السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي سعاده وفي احسن حاجه. احبكم في الله، بشكركم جدا من داخل مصر ومن خارج مصر. اهلا وسهلا بكل حبايبي. وجودكم في قناتي وفي حياتي طبعا ده شرف لينا. اتمنى لو انت جديده معانا في القناه تنضمي لعيلتنا الجميله وتشتركي معانا بسرعه من كلمه اشتراك هتلاقيها تحت الفيديو. اضغطي عليها يظهر لك جنبها 3 اختيارات، اضغطي كلمه الفل عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. وطبعا يشرفني متابعتكم ليا حبايب قلبي، بحبكم جدا 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 واهلا بيكم في بيتنا الجديد. اهلا وسهلا. قبل اي حاجه كده اللايك، عايز الفيديو ده يضرب لايكات يوصل 50,000 لايك مش طمعانين. لما يكون بيشوفنا لما يكون بيشوفنا 100,000 و200,000 واكتر من كده اخ واخت، يبقى مش كتير علينا 50,000 لايك عشان نقدر نكمل معاكم ونعمل لكم فيديوهات ولا اروع من كده ان شاء الله. دي طبعا بعد النظافه وبعد الترويق وبعد الترتيبات. اسماء بقى عايزه تاخدكم. سلم الاول يا ماما فاديه وبعدين ناخدكم جوله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين الاول كده. والنهارده هنخش جوله في فيديوتنا الجديده، واهم حاجه اللايك والكومنت الحلو، ودايما تدعوا لنا كده ان ربنا يسعدنا كده يا رب ويوفقنا، ودايما نكون مع بعض موجودين مع بعض، محدش فينا يروح كده ولا كده. دايما معانا الجندي المجهول واولاده. لايك يا احمد. وشجعونا يا جمهوريه، احنا اخترنا مفيش مقارنه. يلا بينا. عارف انت عايزه توري لهم اول حاجه طبعا دي دخلة البوابة كده زي ما انتم شايفين. هنا الجراج العربية، تمام. هنا بقى الحديقة معروفه. دي بقى يا جماعة الحديقة هنا زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم في الجو الجميل اللي يشرح القلب كده ويدي طاقة إيجابية؟ انت اللي تشرح القلب يا امهات. وانا وانت يا حبيبي ونجوم الليل وباقي. عايزه اقول لكم ان احنا بقى يعني بصوا تعبنا النهارده نظافه في الفيلا من بره ومن جوه، وفي الاخر استحمينا بقى في الماء. خدنا غطس كده في قلب البسين. المهم يا جماعه، هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ايه شجره الرمان والجمال والاناقه كده. يعني طبعا مش محتاجه ان انا احكي لكم على المنظر والطاقه الايجابيه. عايزه اقول لكم بقى النهارده عايزين لايكات كتير كتير جدا جدا على الفيديو ده، لان هنعمل لكم فيديوهات قويه جدا وحلوه جدا هتعجبكم الفتره الجايه. فيلا بينا كده ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو لان الجوله طويله، فحطوا اللايك وكومنتاتكم الجميله. ادي كده قاعده برده منظر من الزاويه دي بالنسبه حاجه ثانيه. انا ده احسن زاويه انا بحب اقعد فيها، بحس كده ان انا قاعد في الفيلا كلها من الزاويه دي. لا الزاويه دي جميله فعلا، حرفيا شكلها تحفه. شايفين الجمال؟ ان شاء الله ربنا يا رب قمة الشياكه وقمة كل حاجه حلوه والله. ويجعلكم دايما سعداء كده يجعلك من نصيبنا يا في فيلا. سعادتكم يا رب العالمين. يلا بينا يلا بينا. يلا بينا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. انت حطيتي دي هنا عن الجيره هنا دلوقتي. هنا ده خلصت. المكان ده احلى، المكان ده احلى هنا. طبعا زي ما انتم شايفين هنا برضه الجنب الثاني من الحديقه ورقه شجرايه. اصلا يا جماعه ننظف البتاع ده، ما بسيبش فيه ولا ورقه شجره. ورق الشجر بيقع فيه طبعا عشان الهواء وسلام النساء بيوقع ورق شجر مش عايز يتنضف على طول. تعالي بقى يا نجر كده. هنا طبعا يا جماعه ده تواليت صغير كده عشان اللي يطلع من البسين ايه يدخل التواليت ده يغير لبسه وكده، وما يدخلش جوه ايه هدومه مبلوله وكده ان هو يعكل الفيلا من جوه. فانا بقول لكم كده تواليت صغير. وتعالي معايا كده. كنت عامله له ضفدع شاي ولا ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله. ايه رايكم بقى يا جماعه في المنظر الجميل ده؟
طبعا الحديقه بتتكلم عن نفسها، الجمال بيتكلم عن نفسه، يعني مش محتاج ان انا اقول لكم. بالراحه انت تقعدي يا امل. اديها ورا شويه ما انت قاعده قدام. لا خليها تقعد على الكرسي. يلا بينا. مظبوط. انا اقعد على الكرسي قاعده احسن. طبعا هاجر ومودة يعني قايمين بالواجب، هما الاثنين طول النهار بيتمرجحوا كده زي ما انتم شايفين. مزاجهم زي الفل. يلا كده ندخل. دي حلوه قوي، انا جربتها جربها. هنا الريسبشن. بتدوخني. الريسبشن هنا باين الريسبشن من هنا يا جماعه، هصور لكم المنظر وانا جوه الريسبشن بيطل على البسين. عاوزه اقول لكم حاجه يا جماعه، انا عاوزه ابدا اسمع تركب المرجحه دي وهي بتتكلم شريف كده، تمام؟ وهي بتتكلم شريف تقول له عامل ايه يا حبيبي انا دلوقتي بتمرجح على المرجحه. طب يلا. القعده الرومانسيه دي بتاعتك انت واحمد، ها؟ لا اقعد اشتري عليها. يلا كده يا جماعه تعالوا معايا. هنا الشمسية. تعالي يا هاجر كده لو سمحتي. الله على المكان وجماله، الله على الشياكه والفضاء. طبعا تفضلوا الباب هنا يعني خاص زي بأوضة السفرة غرفه بس. زي غرفه خارجيه كده، اوضه سفره ومنها للحديقه. طب يلا تعالي بس كده، انا عايزه المدخل الرئيسي هنا يجي. هنا بقى يا جماعه ده مدخل باب الفيلا هنا، وهناك مدخل تاني اهو. تعالي هاجر كده معايا. ده الريسبشن برضه من هنا. انا عايزه اقول لكم بس ايه بالتفصيل من بره ومن جوه. في اي مكان هتروح هتلاقيه موجود. تعالي بقى ندخل تاني ايه من المدخل الرئيسي. طبعا دوختكم معايا. مدخل الريسبشن بيطل على البسين على طول. يلا ماشي. يلا بينا يا جماعه كده. هنا طبعا الصاله زي ما انتم شايفين، يعني المنظر. الموضوع مش محتاج ان انا احكي، يعني انا بوريكم كده على السريع عشان الفيلا كبيره ولسه هنطلع فوق، فمش عايزه اطول عليكم. هنا بقى الصاله، هنا الريسبشن. شاشه العرض موجوده هنا اهي. الريسبشن هنا بيطل على البسين زي ما ومن هنا برضه بيطل على الحديقه برضه من باب على البسين وعلى الحديقه. ومن باب البيت الرئيسي برضه بيطل من هنا. وهنا الشاشه وانا موجود برضه هنا في اي احنا مكان. لازم نكون موجودين. يلا يا جماعه هسبقكم في الحته اللي هتروحوا فيها. يلا. هدي من بره ما شاء الله، يعني بتطلع على مناظر جميله. وهنا بقى كده اوضه وحمام، تمام؟ الحمام هنا ما تفتحش النور عشان لولي نايم. ست لولي نايم. ممكن لولي مش تصحى. مشكله بقى يا جماعه، هي دي اوضه فيها سرير. الاوضه دي برضو تعتبر اوضه ماستر، لان الغرفه هنا والحمام بتاعها هنا. على فكره يا ابو اسماء نفس الغرفه اللي فوق بالظبط. هيشوفوها دلوقتي. ده الحمام يا جماعه، الحمام بتاعها واسع برضو وحلو. انا مستنى رجال. يلا مش عايزين نطول في الحمام. يلا. فزي ما شايفين الغرفة هنا قبالها ايه حمام هنا، بس لولي بقى صاحية فمش عايزين ان احنا ايه نايمة قصدي، فمش عايزين نصحيها. ده المطبخ هنا اهو، ده باب المطبخ، تمام. تعالي هاجر. ده المطبخ يا جماعة، الحوض والبوتاجاز ومطبخ كده بتلاجة. الدنيا ايه بسيطة وفي نفس الوقت جميلة، يعني جميلة وبسيطة الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض، فعاملين خلطة كده خلطبيطة، فعاملين أكلة حلوة والله بصراحة. طبعا ده باب المطبخ بيطل على الجنينة من ورا كده، على الفيلا من ورا. ايوه احنا ما وريناهمش دورات الفيلا. المكان اللي فيه العربية. شايفين مكان العربية جاية من هناك كده. ده ظهر العربية. تمشي ده كده ظهر كده. الفيلا أصلا. تمشي كده كده. ده ظهر الفيلا يا جماعة. وده منشر للملابس. وده كده بيوديك على على الحديقة. الحديقة والبسين هناك كده. التواليت هناك. بس كده. تعالي معايا بقى ندخل المطبخ تاني. غرف النوم تعالي اهو. ده زي منور كده. يا جماعه زي ما بقول لكم، اوريكم الريسبشن وغرف النوم.
هنا بقى يا جماعه كرسيين كده بترابيزه صغيره، وهنا برضو مطبخ وحمام. هنا السلم ده بطلع الروف فوق. احنا هنطلع على الروف دلوقتي بس نوريهم الدور التاني. ماشي تعالى. هنا مطبخ بس ما بنستعملوش بصراحه، والمطبخ اصلا يعني مش فيه حاجه، الميه شغاله فيه وكل حاجه بس احنا ما بنستعملش الا اللي تحت. وده حمام برضه. تعالى راجل. انا اول مره اشوف الحمام ده عشان بتروح الحمام ده حضرتك. عشان بروح الحمام اللي في الاوضه. هنا مكان برضه للاستحمام لو عايزه حد ياخد شاور او حاجه. من هنا بس كده. وتواليت كل حمام في السخان بتاعه. وتواليت بالحوض بتاعه وكل حاجه متظبطه يعني. يلا تعالي معانا كده بقى يا هبه. تعبناك انا عارفه. سيب النور يا أمور، سيب النور. أحمد بيسبقنا. انا في مكان يا جماعه لكم، انا هطلع في المكان اللي انتم هتطلعوا فيها تقولوا لي استنوا. ادي يا جماعه بقى تعالوا كده شوفوا البلكونه الجميله دي. الله احنا مطلوبين فيها دي البلكونه اللي انا فتره معاكم فيها الصبح. تعالوا اوريكم الاوضه بقى اللي انا كنت قاعده قدامها بلفر هنا. دي الاوضه بتاعتي اهي. تعالي هاجر ادخلي. انا بنام في الاوضه دي انا وهاجر اختي والعيال ولادنا يعني. عباره بقى عن التسريحه واوضتين وسريرين، قصدي سرير اطفال دورين وسرير لوحده ودلاب والدولاب. تمام. تسريحه بقى وايه اوضه جامده. المية لسه نشفتش تحت. كنا بنغسل يا جماعه الجنينه فلسه في ميه ما نشفتش يعني. ادي المنظر كده. عندنا ضيوف تحتهم يا جماعه طبعا عارفينهم. ضيوفنا شايفين ضيوفنا. يلا ده المنظر كده يا جماعه من البلكونه. طبعا في غرفه هنا بس انا لسه حاطين فيها لينا شويه حاجات ما اتظبطتش فخلاها مقفوله بحالها كده. وهنا بقى غرفه النوم بتاع انا واحمد. وريها لهم بقى يا الله لو سمحت. تعالي انا متحمسه اوريها لكم قوي. وريهم بنفسك الغرفه بتاعتك انت واحمد. يلا قوموا قولوا بسم الله. افتح النور. شايفين بقى كده. هنا يا جماعه الاوضه بتاعتها حمام ماستر برضه هنا هنا ده باليو سي. كده. صراحه عاوزه اقول لكم أمل مخلية أوضتها عروسة. كانت عامله فيها روتين النهارده. انا كانت عامله روتين النهارده. يعني وريكم بقى وطلعت كل حاجه ليا بقى. وبصوا رصيت الدنيا وظبطت كل حاجه. اوريكم بقى المنظر الجميل من هنا كده. هنا الجراج بتاع العربيه. تمام. وادي برضو منظر الجنينه بيطل بالشكل ده زي ما انتم شايفين. احنا دلوقتي وقت الغروب على فكره، لو ملاحظين هتلاقوا الوقت ده وقت الغروب زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى يا هجوره. تعالي يلا بينا. تعالوا لنا بقى كده نطفي النور. يبقى الدور الثاني هنا يا جماعه في 3 غرف نوم. ادي واحده هنا وواحده هنا والثانيه دي بتاع انا واحمد. الثالثه قصدي. وحمام ومطبخ والريسبشن والبلكونه. وكل اوضه فيها بلكونه فيها باب. الاوض كلها فيها بلكونات. انا على فكره لسه ما طلعتش هنا. طلعنا امبارح بالليل. ما اقولكيش والله ما كنا عاوزين ننزل بس بردنا. الجو كان جميل قوي قوي. ومنظر النور واسكندريه بالليل. هنا بقى يا جماعه الجو اصلا عايزين نصور لكم يوم بالليل. بصراحه الجو كان تحفه. احنا بنتغطى هنا. انا عن نفسي بتغطى. كلنا بنتغطى. الهواء شديد والهواء جميل قوي فحاجه
حاجه كده تخليك مش عايزه تنامي كمان بالليل. بالليل من الجو الجميل والروقان والهدوء بتبقى عايزه تفضلي سهرانه. بصوا حوالينا كلنا في غروب ازاي الشمس في الغروب؟ احنا دلوقتي في وقت الغروب يا جماعه. مش عارفه البحيرات باينه يا ياسمين؟ هتبان يمكن من الجنب التاني اكتر. البحيرات ما هي باينه اهي. اهي يا جماعه احنا واحنا واقفين على السطح كده وفي البلكونه اللي تحت بيبقى شايفين البلكونه البحيرات برضه دي. باين. انا بقول لهم في البلكونه برضه. حوالينا هنا بقى يا جماعه فيلل، هي المنطقه كلها فيلل. الفيلا دي لسه على فكره بتتشطب اهي، لسه على المحاره. لسه على المحاره ورانا اهي. المنطقه هنا جميله قوي. تلاقيهم ده المسجد وده مسجد اهو ورا الفيلا على طول. فالدنيا هنا رايقه قوي وهاديه وجميله. وهنا بحيرات هناك كمان. الماء البحيرات حوالينا خالص. منظر حلو قوي. الفيلا اللي جنبنا فيها مرجحه تختلف عن بتاعتنا. وحبكم لينا هو اللي مقوينا وهو اللي مخلينا كده واقفين على رجلينا ودايما بنتشجع. فالحمد لله على حبكم لينا ووقفتكم جنبنا في اي حاجه وما تحرمش منكم ابدا. الحمد لله ان احنا دايما بنقدر نقدم لكم محتوى خاص بينا ملوش دعوه باي حد. بنقدر نقدم لكم افكار جديده، افكار تساعدكم. فباذن الله نفضل مع بعض دايما احلى عيله واحلى ناس في الدنيا كلها. عيلتنا وجمهورنا المحترم جدا جدا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشرفونا، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير ونقول لكم سلام.